الدوري المنظم بمدينة بمدينة الدار البيضاء مع فريق الأمجاد، وتوج بهداف الدوري في أكثر من مناسبة. يتعلق الأمر بموسى الحمزاوي. تم جائزة أفضل هداف، وفي نفس الوقت جائزة أفضل لاعب. صراحة لاعب مخضرم، لاعب مجرد السن، ولكن دائما باقي ما زال يتعب في الملاعب التزروتية، والأكيد أنه يعتبر من أفضل اللاعبين على مستوى الجيل الحالي لكرة القدم التمغرتية، إلى جانب عبد الفتاح اليزيدي وأيضا السي فابيلي ايضا، وايضا سي عبد الفتاح اليزيد عن فريق الشباب. في تاريخ تمغروت صراحه اقولها بدون يعني التردد، يعتبر واحد من افضل الحراس بجماعه تمغروت، والدليل على ذلك حارس عبد الرحمن الفيلاني هو الحارس الاول لفريق او للنادي الرياضي بتمغروت، والذي تحصل معه على نتيجه التاهل الى القسم الممتاز. لان صراحه حارس مخضرم، حارس مجرد، حارس يجيد اللعب بالاقدام وايضا بالايدي. ضمن الطاقم التقني لفريق نادي الرياضي بتمغروت، واحد من افضل المدربين صراحه. اشتغلت بجانبه في السنه الماضيه، يعني لاعب كما يقال مدرب هادئ، مدرب محنك، والاكثر من هذا دائما يحترم مبدا الروح الرياضيه ويزرع في اللاعبين مبدا الروح الرياضيه، وهو من الامور التي يجب ان ندعمها دائما في مجال كره القدم، لان كره القدم اخلاق، وكره القدم سلوك قبل ان تكون رياضه.